كلها بتتكلم عن الزلزال، وهكلمكم عن الزلزال وعن اللي حصل في الزلزال وعن اللي احنا خايفين من توابع وهزات الزلزال. بس انا هبدأ معاكم بالكلام عن زلزال مختلف، زلزال اخر مش حصل، ممكن يحصل. زلزال مهم مش حصل، ممكن يحصل. ولما اقول لكم الخبر اللي انا هقوله دلوقتي هتعرفوا ايه هو الزلزال اللي ممكن يحصل بكره. الخبر بيقول، وده عاجل منذ قليل، ان المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، الكيان الكبير المسؤول عن المشهد الاعلامي وضبط المشهد الاعلامي كله وتطبيق القانون، المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام سيعقد اجتماع غدا لبحث التجاوزات الحاصلة في مجال الاعلام الرياضي وفي القنوات الرياضية، وسيتخذ قرارات حاسمة من اجل ضبط المشهد الرياضي. تاني، المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام سيجتمع غدا الثلاثاء لبحث التجاوزات السافرة والصارخة في مجال الاعلام الرياضي والتي تحدث على القنوات الرياضية، وسيتخذ قرارات حاسمة من اجل ضبط المشهد الرياضي ومعاقبة المخالفين وارساء مبدأ الاستقرار والعمل بالقانون والاكواد والمعايير في الاعلام بصفة عامة والاعلام الرياضي بصفة خاصة. اخيرا ننتظر العدل، اخيرا ننتظر القصاص، اخيرا ننتظر القانون. اهلا بكم في دولة القانون، اهلا بكم في دولة الاخلاق، اهلا بكم في مبدأ تطبيق الثواب والعقاب، اهلا بكم في دولة الاعلام المبني على الاخلاق والمعايير مش على الانفلات والتجاوز والتطاول. اهلا بكم للقرارات التي تعيد للمظلوم حقه وتجبر الظالم على ان يصغر خده على الارض. كل الناس استبشرت خيرا بعد ما سمعت هذا الكلام اللي صدر منذ فترة بسيطة هذا اليوم عن اجتماع المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام غدا باذن الله ليضع النقاط فوق الحروف وليقر الحقوق. وبالمناسبة المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام هو الكيان اللي كلنا بنأمل فيه طول الوقت انه يكون مسؤول عن ضبط المشهد الاعلامي. حالة الانفلات والفوضى اللي كانت موجودة بعد 2011 في كل شيء بما في ذلك المشهد الاعلامي كانت هتجيب البلد دي الارض. ثورة 30 يونيو انقذت الوطن، ثم بعد ذلك انشاء كيان مهم زي المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بيضعوا له قانون وصلاحيات وسلطات ومعايير اخلاقية واعلامية ضبطت كتير من الفوضى في المشهد. ثم اتى شخص، اتى تيار واخترق حالة الاستقرار دي وعاد بنا الى حالة الفوضى. آن الاوان ان المشهد ينضبط مرة تانية، واذا عدتم عدنا.